حزب التجمع الوطني للأحرار اختار طنجة باش تكون آخر محطة في الجولة الوطنية ديال مسار الإنجازات، حيث طنجة عندها رمزية في التنمية وزيد عليها راه كاينة في موقع كيربط المغرب بأوروبا. وفي لقاء حضروه أكثر من 3000 واحد. عزيز أخنوش رئيس الحزب عطى رسالات سياسية كتركز بزاف على لحمة الأغلبية الحكومية وانسجامها، وقال باللي اللي تحقق في هاد ال4 سنين ماشي غير أرقام، راه نتيجة ديال تعاقد أخلاقي وسياسي مع المغاربة. وفي إطار ختام جولة تواصلية دامت 8 شهور، أخنوش أعلن على كتاب جماعي سميتو مسار الإنجازات، وقال باللي كيلخص تطلعات المغاربة واقتراحاتهم، وهو دعوة مفتوحة باش الناس يشاركوا في بناء المغرب الصاعد. وزاد رسم معالم المرحلة الجاية اللي سماها مسار المستقبل، وقال باللي غادي يكون تعميق النقاش مع المهنيين والخبراء والشباب باش يخرجوا بحلول واقعية للتحديات اللي باقية، ومن أهمها تحسين جودة الصحة والتعليم وتسريع خلق فرص الشغل وحماية القدرة الشرائية اللي بقات كتعاود في لقاءات الحزب والورشات الصغار ديالو. وأخنوش نوه بالتنسيق اللي قال عليه عالي بين مكونات الأغلبية الحكومية، ووضح باللي حتى إلا كانوا اختلافات كتدبر بروح مسؤولة وبالمصلحة العامة، وهذا الشيء خلى الحكومة تخدم كفريق واحد منسجم وبعيد على الصداع والصراعات الهامشية. واعتبر باللي هذا التماسك كان سبب مهم باش يتنزلوا إصلاحات كبار رغم الأزمات اللي دازت منها البلاد من 2021، الجفاف وغلاء الأسعار عالميا، وزيد عليهم ضغط تمويل البرامج الاجتماعية. وفاش هضر على المنهجية ديال الحزب قال باللي مسار الإنجازات مكمل لمسار الثقة 2018 ومن بعد مسار التنمية، وبتركيز على مقاربة ترابية كتقوم على السماع المواطن وتأهيل المنتخبين. وزاد قال باللي البرنامج الحكومي ما تكتبش في مكاتب مسدودين، بل جاء من إنصات ميداني شمل أكثر من 100,000 مواطن ومواطنة، بمعنى خاص السياسات العمومية تبدأ من الواقع وترجع ليه باش يتدار التقييم والتصحيح. وبالأرقام أخنوش قدم مؤشرات وقال باللي كتعكس حيوية الاقتصاد الوطني في آخر 2025، نمو متوقع يوصل ل 5%، والتضخم هبط من 6% لأقل من 1% حسب أحدث الأرقام، وزيد العجز في الميزانية نزل من 7.5% ل 3%، وكاين سعي باش تنقص المديونية من 71.4% في 2022 ل 67.4% في 2025. وركز باللي هاد الأرقام ماشي للاستعراض، ولكن حيث سمحات بتمويل الدولة الاجتماعية وتوسيع الهامش ديال تدخل الدولة. وفي هذا السياق شرح باللي الدعم المباشر شمل 4 مليون أسرة بمبالغ بين 500 و 1200 درهم في الشهر، وزيد تعمات التغطية الصحية آمو التضامن على نفس العدد ديال الأسر باش تضمن كرامة ملايين المغاربة وتخفف عليهم مصاريف الصحة خصوصا الفئات الهشة. وعلى التواصل السياسي قال أخنوش باللي العلاقة مع المواطن ماشي موسمية، وقدم حصيلة الجولة شارك أكثر من 38,000 شخص في 12 لقاء جهوي، ودازت 500 ساعة ديال الإنصات والنقاش المباشر، وزيد تفاعل 15,000 مواطن عبر منصة إنصات الرقمية. وأكد باللي الحزب ما كيخافش من النقد وكيعتبروا فرصة باش يتحسن الخدمة، وأنهم كيسمعوا ملاحظات الناس على اللي ما تدارش قد اللي كيسمعوا الثناء على المنجزات. وفي الخلاصة أخنوش شدد باللي التوجيهات الملكية باقية هي البوصلة ديال الخدمة الحكومية، وأن الحكومة غادي تكمل تنزيل الأوراش المهيكلة بتوازن بين الاستثمار والحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي والشفافية، وباقين خدامين على مغرب ديال الوحدة والعدالة الاجتماعية والمجالية. وقال باللي التاريخ والمستقبل هما اللي غادي يحكموا في الآخر على أداء الحكومة وخدمتها للوطن والمواطنين.